محكمة القضاء الإداري توصي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وما بعد العزل هل ينفذ الحكم من قبل وزارة الشباب والرياضة أم لا؟ واعتزال شيكابالا للسباب الجماعي اللي احنا كلنا بنرفضه، وقال لك شيكابالا أنا هعتزل وهات لي حق يا ريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا، دعما لحبيبك وأخوك سوبر أهلاوي. لو حضرتك أول مرة شفنا أو أول مرة تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو. ومحكمة القضاء الإداري توصي بعزل مرتضى منصور، وما بعد عزل مرتضى منصور هل وزارة الشباب والرياضة أو وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي هينفذ القرار؟ لأن أساسا كان في مادة في اللائحة الاسترشادية اللي نجح بها مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك، كان بتقول أو المادة اللي في اللائحة الاسترشادية المادة 41 من اللائحة الاسترشادية بتقول المفروض أي حد بالعامية كده إن هو كان عليه قضية مخلة بالشرف أو اتسجن أو ما أدى إلى ذلك، فشكرا يطلع بره أو ما ينفعش يبقى عضو مجلس إدارة أو رئيسا للنادي. ولكن الدكتور أشرف صبحي قال لك لا، ما ينفعش علشان في قرارات وفي قضايا مرفوعة في القضاء الإداري وأنا ما أقدرش. واتحبس مرتضى منصور وطلع من السجن مرتضى منصور ورجع رئيس نادي الزمالك تاني لرئاسته. والنهارده المحكمة الإدارية توصي بعزل مرتضى منصور. يا ترى يا دكتور أشرف هتنفذ قرار المحكمة بعزل مرتضى منصور، ولا هنبص كمان شوية نلاقي مرتضى منصور طالع على قناة نادي الزمالك وبيتكلم من داخل نادي الزمالك على كونه ان هو رئيس نادي الزمالك؟ لان هي المحكمة حتى وان كان في طعن على الحكم برضو لازم ينفذ الحكم ان هو برضو يفضل معزول لحين ما توصي الطعن لو هو عايزين يرجعوه او حكمت برجوعه مرة أخرى. ولكن العزل قرار نافذ المفروض من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة، زي ما كان في امبارح أو كل القنوات اتكلمت على موضوع جمهور النادي الأهلي، وتم إيقاف 3000 من جمهور النادي الأهلي للسباب الجماعي لشيكابالا اللي بالفعل طلع وراح قال له يا ريس هات لي حقي. قال له وانا لو ما جبتلكش حقك يا شيكابالا هعتزل او هسيب نادي الزمالك وهمشي من رئاسة النادي. قبل الظهر كان بالظبط طلع قرار المحكمة بعزله من رئاسة نادي الزمالك، يعني ما لحقش يجيب حق شيكابالا ولا حاجة. وده احنا بنرفض الكلام دوت ليه؟ اللي هو السباب الجماعي ولا حتى السباب لأي حد كان، لأن ما ينفعش زي ما انت بتقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك، ما تقبلوش على اي حد ولو كان حتى ان كان شيكابالا استفز جمهور الاهلي كتير وعمل كتير، ولكن احنا ده بنرفضه وما بنقبلوش ولا بنحبه. لكن في حاجة عاوزين نتكلم فيها بقى. لما لجنة المسابقات او كاس او لجنة رابطة الاندية قالت ال3000 بتوع جمهور النادي الاهلي اللي كانوا في المباراة او حضروا المباراة وعملوا سباب جماعة لشيكابالا، يا ترى يا هل ترى كان فين بقى مراقب المباراة في مباراة الزمالك وحرس الحدود اللي جمهور الزمالك قاعد يسب ويشتم ويلعن في محمود كهربا طول المباراة؟ ولا انت تقف 3000 من جمهور الاهلي و3000 من جمهور الاتحاد و3000 من جمهور الاسماعيلي، ولكن جمهور الزمالك؟ ده طبعا يبين ويأكد لنا ان زي ما كان محدش بيهوب ناحية مرتضى منصور ولا قادر يمشيه من نادي الزمالك او رجعوه لرئاسة نادي الزمالك مرة تانية بعد طلوعه من السجن او بعد خروجه من السجن، ده يأكد ان مفيش حد عاوز يقرب على جماهير نادي الزمالك. بعد الكلام اللي طلع امبارح وشيكابالا قال لك هعتذر، واعتزال شيكابالا طبعا الاعتزال قرب كده كده مع كبر السن، مع ان هو ما بيلعبش كوره حتى وان كان لعب ما بيأديش في المباريات، وشايف نفسه ان هو خلاص حاجه، لان هو كان عشمان ان هو يصعد في دوري ابطال افريقيا ويعمل حاجه وده كان من المستحيل وما عملش حاجه وطلع حصاله طبعا. ولكن هو خدها ايه بقى؟ زي ما يقولك
حلوه كده وقال لك انا هعتزل علشان السباب الجماعه والجمهور والكلام الفاضي دوت، لكن هو ما حصلش. ومش هيعتزل عشان الجمهور، هو علشان اساسا طلع قرار بعزل مرتضى منصور من القضاء الاداري النهارده، وده الكلام دوت شيكابالا اكيد 100% هيعتزل بسبب كده، لانه مش هيعرف ياخد لا حق ولا باطل. ومع ذلك في الختام نتمنى من الله التوفيق، ويا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.